بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أن أقدم لكم المحاضرة الأولى من محاضرات علم المحاسبة. علم المحاسبة زي ما حضراتكم عارفين يعتبر شريان الدم في أي مؤسسة أو منظمة اقتصادية. ليه كده؟ طبعا لأنه بيقيس ويفسر الأنشطة المالية عن طريق الإفصاح عن المعلومات المالية المتوفرة من خلال إعدادها في شكل قوائم مالية لفترات زمنية معينة. طيب، ولذلك بيطلق على علم المحاسبة لغة الأعمال. تمام. طيب، عايزين بقى نيجي نشوف ايه هي مهام وأهداف علم المحاسبة. المحاسبة علم يهدف لقياس، يعني أي حاجة بتتقاس، يعني مثلا عمليات البيع، عمليات الشراء. بيقيس عمليات البيع وعمليات الشراء، بيقيس ويسجل، والعمليات دي كلها بناء على قيد محاسبي اللي هو المستند بيتم التسجيل إلكترونيا أو دفتريا لهذه العمليات، وتبويب عن طريق حساب الأستاذ العام، وتلخيص عن طريق القوائم المالية، وتوصيل لمن يهم الأمر. الأطراف التي تتصل بعلم المحاسبة بيتم توصيل معلومات محاسبية مفيدة عن الوحدة الاقتصادية اللي هي المؤسسة أو الشركة لمن يهم الأمر. لماذا؟ للمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للاستراتيجيك ديسيجن. طيب، ما هي الجهات التي تتصل بعلم المحاسبة؟ عندنا 4 جهات بتتصل بعلم المحاسبة. عندنا طبعا زي إدارة المشروع اللي هي البروجكت مانجمنت، الملاك والمساهمون اللي هم الأونرز أند شير هولدرز، ومصلحة الضرائب تاكس أوثوريتي لمصلحة الضرائب، البنوك والمقرضين banks and lenders. طيب، كيفية اتصال الجهات المختلفة بعلم المحاسبة؟ ازاي الجهات المختلفة دي بقى اللي احنا قلنا عليها دي ازاي بتقدر تتصل بعلم المحاسبة؟ تتصل الجهات المختلفة بعلم المحاسبة عن طريق التقارير المالية اللي هي الفاينانشال ريبورتس التي يوفرها علم المحاسبة. يبقى التقارير المالية اللي بيطلعها علم المحاسبة دي هي اللي بتقدر توصل للجهات التي تهتم بعلم المحاسبة، زي إدارة المشروع طبعا عشان تعرف هي حققت ايه بالظبط النتائج بتاعتها، الملاك والمساهمين اللي حاطين أسهمهم وفي البورصة وعايزين يعرفوا الشركة حققت ايه واستثماراتهم وايه أرباحهم، مصلحة الضرايب طبعا، البنك لما تيجي تاخد أي بنك أو أي مقرض سواء كانت شركات شقيقة أو من أي جهة يتم اتخاذ قرض منها. البنوك طبعا يهمها تعرف المركز المالي للشركة شكله ايه طبعا قبل ما تدي أي قرض. طيب، ايه بقى هي التقارير المالية التي يوفرها علم المحاسبة؟ ما احنا قلنا ان هو يعني بيتصل علم المحاسبة بالجهات عن طريق التقارير المالية او الفاينانشال ريبورتس. طب نوع التقارير المالية دي بتبقى ايه هي التقارير المالية اللي توفرها علم المحاسبة؟ عندنا الفاينانشال ستيتمنتس، وعندنا التاكس ريتيرنز، القوائم المالية والإقرارات الضريبية. يبقى التقارير اللي بيوفرها علم المحاسبة هي القوائم المالية والإقرارات الضريبية، وكمان الإقرارات المالية القوائم المالية طبعا دي بتعتبر من المخرجات اللي بيخرجها نظام علم المحاسبة، ولكن بتحتاج بعد كده كمان إلى التحليل المالي. يعني عشان تقرأ القوائم المالية بتحتاج إلى التحليل المالي. طبعا في ظل المنافسة الشرسة العالم بقى قرية صغيرة النهاردة، والشركات تعددة الجنسيات موجودة في كل العالم. طبعا بقى ازدادت الأهمية لعلم المحاسبة، وازدادت الأهمية لمخرجاته وتقاريره وتحليلاته المالية. طيب، ايه هي بقى القوائم المالية الأساسية اللي بيوفرها علم المحاسبة طبقا للمعايير المحاسبية المصرية؟ أول قائمة هي قائمة المركز المالي اللي هي اسمها Statement of Financial Position. تاني قائمة اللي هي قائمة الدخل. هما 5 قوائم أساسية. يبقى القوائم اللي مبدئيا كده نعرفها إن هما 5 قوائم أساسية: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل،
لا هي بص يعني قائمة الدخل الشامل دي تبقى ايه تبع قائمة الدخل، هي مش متعتبرش من القوائم الأساسية. قائمة المركز المالي وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية والإيضاحات المتممة. الإيضاحات المتممة لازم لابد النهاردة بقت ضمن القوائم الأساسية، لازم يبقى فيه الإيضاحات المتممة ضمن القوائم. يبقى قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية، التغير في حقوق الملكية، الإيضاحات المتممة. الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، income statement، statement of comprehensive income، cash flow statement، statement of changes in owner equity، complementary explanation. يبقى ال financial position وال income statement والcomprehensive income والcash flow statement وال statement of changes in owner equity والcomplementary explanation. قائمة الإيضاحات المتممة بتوضح بقى ايه قائمة الإيضاحات المتممة دي. دايما بيبقى موجود بقى في كل بند بيتحط جنبه الرقم بتاعه. الرقم ده بتوضحه، بيبقى بترجع الإيضاحات المتممة تعرف ايه توضيح البند، سواء الأصول، المباني، الأصول الثابتة، طب ايه هي تفصيلها. وبتوضح كمان السياسات داخل الشركة، وبتوضح المعايير اللي التزمت الشركة مدى تطبيقها للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. تمام، يبقى بتوضح المعايير من الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، وبتوضح السياسات المحاسبية اللي تنتجها الشركة، وتوضح كل بند من البنود التي بجانبها أرقام في القوائم المالية. طيب، في قائمة أخرى غير الخمس قوائم دول، برضو قائمة كده مكملة اسمها قائمة التوزيعات. قائمة ايه التوزيعات دي بتكون في نهاية السنة المالية بعد الوصول لصفر الربح، وتسمى في البداية قائمة التوزيع المقترح للربح. قبل ما جمعية الشركة العمومية تنعقد، الشركة بعد ما توصل لصفر الربح بعد الضريبة بتبتدي تعمل قائمة اسمها قائمة التوزيعات. الأرباح هناخدها بالتفصيل بقى فيما بعد يعني. أول ما لحد ما بتروح للشركة الجمعية العمومية، والجمعية العمومية لما بتوافق عليها أو بتحط بقى قائمة التوزيعات اللي هي عايزاها. في الحالة دي بدل ما كانت اسمها قائمة التوزيعات المقترحة بيتغير اسمها لقائمة التوزيعات. خلاص. الله أكبر، الله أكبر. لازم دلوقتي برضه يبقى موجود من قبل الجمعية العمومية اللي بيتحط شهادة مراقب الحسابات. لازم بيبقى موجود الشهادة والرد برضه عليها. يعني من بعد لما بيتحط القوائم الأساسية بتاعة الشركة، وكمان الإيضاحات المتممة ضمن القوائم الأساسية طبعا. بيبقى فيه قائمة التوزيعات دي، ويعني وبعدين بيتحط لازم الشهادة بتاعة المراقب الحسابات والرد عليها كمان. في عندنا في المحاسبة مبدئيا لازم نبقى عارفين إن في 4 حسابات رئيسية في علم المحاسبة. في 4 principal accounts. في 4 حسابات 4 حسابات أساسيين. 4 principal accounts يعني 4 حسابات أساسية في علم المحاسبة. ايه هما ال4 حسابات دول؟ اللي هي الأسيتس والكليمز والريفينيوز والإكسبنسز. الأسيتس والكليمز والريفينيوز والإكسبنسز، الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات. طيب، ايه هي بقى المعادلة الأساسية في علم المحاسبة؟ بعد ما اتفقنا على ال4 حسابات دول هنعمل منهم المعادلة الأساسية في علم المحاسبة. الأصول دايما لازم تساوي الخصوم. assets equal claims. assets equal claims. طيب، يبقى الأصول هتساوي الخصوم بتساوي حاجتين، يعني claims بتساوي liabilities plus owner equity. يبقى claims بتساوي claims equal liabilities plus owner equity. طيب، يبقى إذا الاسيتس هتساوي او assets equal liabilities plus owner equity. طيب، الاسيتس بلس الاكسبنسز بتساوي الكليمز بلس الريفينيوز. الاصول زائد المصروفات بتساوي الخصوم زائد الايرادات.
الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد الإيرادات. تمام. يبقى يبقى المعادلة الأساسية في علم المحاسبة أو ال principal equation assets plus expenses equal liabilities plus owner equity plus revenues. Assets plus expenses equal liabilities plus owner equity plus revenues. تمام. في عندنا بقى حسابات بطبيعتها ديبتس وحسابات بطبيعتها كريدتس. حسابات بطبيعتها مدينة وحسابات بطبيعتها دائنة. الأصول والمصروفات بطبيعتها بتكون ديبتس. الأصول والمصروفات بطبيعتها ديبتس. assets و expenses دول ديبتس مدين. يبقى الأصول والمصروفات دول بطبيعتهم مدينين، حسابات مدينة. أما الخصوم والإيرادات بطبيعتها دائنة. الخصوم والإيرادات بطبيعتها دائنة كريدتس. تمام. يبقى الالتزامات اللي هي liabilities بلس الأونر إكويتي بلس الريفينيوز دول كلهم كريدتس. طيب معنى كده إن الديبتس أكاونتس اللي هي الأسيتس والإكسبنسز أي زيادة عنهم بنقول عليهم من حساب خلاص، من حساب الأصول عند زيادة الأصول، من حساب المصروفات بكافة أنواعها عند زيادة المصروفات. يبقى المدين بيبقى من حساب دي ديبتس. طيب النقص بتاعها لما يحصل decreasing في الأكاونتس دي بنقول عليها إلى حساب. نقصت الأصول نقول إلى حساب الأسيتس، نقصت المصروفات إلى حساب المصروفات. طيب في حسابات بتكون كريدت اكاونتس بطبيعتها حسابات دائنة. دي بقى دي العكس، ما بتكون بتزيد زي مين بقى؟ دي زي اللايبيليتيز، زي الاونر اكويتي، زي الريفينيوز، زي الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات. الانكريزنج بتاعها لما يحصل انكريزنج بنقول إلى حساب الالتزامات، إلى حساب حقوق الملكية، إلى حساب الإيرادات. طب لو نقصت يتقال بقى يبقى من حساب الالتزامات، من حساب حقوق الملكية، من حساب الإيرادات. طيب نيجي بقى نشوف الأول. عندنا أول قائمة وهي قائمة المركز المالي. طب إيه هي عناصر قائمة المركز المالي؟ العناصر بتاعت قائمة المركز المالي، أنا الأول نسيت أقول حاجة بس قبل ما أدخل على عناصر قائمة المركز المالي. في حاجة في الحاجات اللي فاتت دي تبص تلاقي الحاجات اللي بتهم صاحب المشروع، اللي هي الربح، الإيرادات. الربح والإيرادات دول، الربح بيبقى عنصر من عناصر حقوق الملكية، ورأس المال يعتبر حقوق الملكية. يعني حقوق الملكية حاجتين، بيكون يا صافي ربح يا رأس مال، ودول بطبيعتهم كريدتس دائنين. الإيرادات برضو بطبيعتها كريدتس دائنة. لما صاحب المشروع اللي هو رأس المال لما يزيد بيفرح صاحب المشروع. صافي الربح لما يزيد بيفرح صاحب المشروع، فيبقى واخد زيه نفس النوع بتاعه. الإيرادات لما تزيد واخدة نفس الحاجة اللي هي نوعية صاحب المشروع اللي هو دائن، فهتبقى بزيادتها بتفرحه، وهتبقى هي طبيعتها دائنة زيه الإيرادات برضو. طيب تعال نشوف لو حصل مصروف. المصروف ده هيبقى أي مصروف يتصرف بيبقى طبيعته على صاحب الشركة؟ طبيعته إن هو بيخليه طبعا غير سعيد، فيبقى عكس طبيعته، عكس طبيعته اللي هو كان دائن، لا يبقى عكس طبيعته مدين. يبقى في الحالة دي المصروف بيبقى مدين. تمام. الخسارة بتعمل تأثيرها سلبي على صاحب الشركة، فتبقى مدينة. تمام. دايما الحاجة اللي شبه الحاجة بتبقى نفس الطبيعة بتاعتها. يعني حاجة تأثيرها إيجابي على صاحب الشركة هتلاقيها واخدة نفس الطبيعة بتاعتها اللي هي الدائنة. تأثيرها سلبي هتلاقي الحساب ده عكس الطبيعة، هتلاقيه إن هو مدين. نجرب كده ونشوف برضو على كذا حاجة. يعني خد مثال دلوقتي ونشوف الكلام ده.
طيب عندنا ايه هي عناصر قائمة المركز المالي؟ اللي هي financial position statement. عندنا اللي هي الأصول والخصوم. يبقى الأصول والخصوم هم عنصري قائمة المركز المالي. يبقى السبستانس بتاعت الفاينانشال بوزيشن ستيتمنت اللي هي الاسيتس اند liabilities، او الاسيت والكليمز. الاسيت وايه؟ كليمز. الاسيت والكليمز. طيب طيب ما هي الاسيتس؟ وات از ذا اسيتس؟ او ما هي الاصول؟ هي الموارد الاقتصادية التي تمتلكها الشركة، أو التي يمتلكها المشروع، أو تمتلكها المنظمة، أو تمتلكها المنشأة. أي الموارد الاقتصادية كلها اللي بتاعت الشركة، اللي تمتلكها الشركة دي، هي اللي اسمها إيه؟ الأصول. هي الموارد الاقتصادية اللي تمتلكها الشركة أو المنشأة أو المنظمة أو المشروع. يبقى what is the assets? Assets is the materials, all the materials which owns to the company or the organization, all the materials which the company owns. خلاص. طيب عندنا بقى الأصول اللي هي الأسيتس دي، في عندنا نوعين. في أصول متداولة، وهنعرف يعني إيه أصول متداولة، أو قصيرة الأجل. واللي هي الأصول المتداولة بالإنجليزي اسمها current assets. current assets. current assets. current assets. current assets. طيب أو اللي هي short term assets. short term assets. وفي الأصول طويلة الأجل أو الأصول غير المتداولة، اللي هي long term assets. long term assets. يبقى في long term assets أصول طويلة الأجل، short term assets أو current assets اللي هي الأصول قصيرة الأجل أو الأصول المتداولة. طيب الأصول في معادلة، إيه هي بتساوي إيه الأصول طويلة الأجل، أو إيه هي الأصول طويلة الأجل؟ اللي هي long term assets بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن الأصول الثابتة fixed assets. الأصول الثابتة fixed assets زائد المشروعات اللي لسه لم تنفذ، أو تحت الإنشاء أو تحت التنفيذ. مبنى لسه بيتبنى مكملش، مشروع لسه بيتعمل ولسه مخلص. أي حاجة تكون إيه من ضمن هنعرف إيه هي كمان لسه في مجال إيه يعني إيه أصول أصلا، يعني إيه أصول ثابتة، هنعرفها لسه برضو لسه في البداية. الأصل الثابت زي مثلا المباني، زي الأراضي، زي الآلات، زي العدد، زي وسائل النقل، الأساس كله، تجهيزات، كل الكلام ده اسمه أصول ثابتة. فالأصول طويلة الأجل بتبقى الأصول الثابتة زائد المشروعات اللي هي لسه تحت التنفيذ، مكملتش إنها تبقى إيه ضمن الأصول الثابتة. يبقى الأصول الثابتة زائد مشروعات تحت التنفيذ، زائد الأصول الأخرى، زائد الاستثمارات طويلة الأجل. زائد الاستثمارات طويلة الأجل. خلاص. يبقى long term assets اللي هي عبارة عن long term investment، زائد other assets، زائد الفيكسد أو بلس الفيكسد assets، بلس project under progress. هناخد الأول الفيكسد assets أو الأصول الثابتة. الأصول الثابتة هي كل الأصول الملموسة لها طابع مادي ممكن نمسكه، طويلة الأجل، تمتلكها المنشأة لاستخدامها في مزاولة نشاطها، ويتحقق منها منفعة مستقبلية للمنشأة. فيما يلي هنعرف يعني إيه الفرق بين الأصل وبين المصروف وبين الخسارة. يعني الأصل مثلا بيبقى زي المخزون، بيبقى البضاعة اللي فيه بتخدم أكتر من فترة مالية محاسبية، ما بتخلص السنة دي. المخزون ممكن حاجات نستهلكها السنة دي فتيجي تتحول لمصروف. البضاعة اللي خرجت من المخزن وبعناها السنة دي أصبحت مصروف بتقابل الإيراد بتاع السنة. إنما البضاعة اللي لسه في المخزن وقاعدة معانا للسنة الجاية ما زالت ضمن المخزون في الأصول الثابتة. في الأصول في إيه؟ في الأصول.
في الأصول المتداولة، لازالت في المخزون في الأصول المتداولة، لازالت في المخزون في الأصول بقت أصل، يعني هي لازالت أصل مش مصروف جوه المخزون في الأصول المتداولة. برضه هنقول الأصول المتداولة برضه جاية لسه، اللي هي الكارنت أسيتس، اللي هي عبارة عن برضه هنقولها أنا برضه بالتفصيل في مالي يعني إن شاء الله بإذن الله يعني. المخزون، العملاء، أوراق القبض النقدية بالبنوك والصندوق، هي دي الأصول المتداولة، اللي هي الأصول اللي هي سريعة التداول، اللي هي ممكن نحولها لنقدية أو لسيولة في فترة قصيرة جدا. طيب الأصول الثابتة دي موجودة في المعايير المحاسبية المصرية، المعيار رقم 10، معيار رقم 10. طيب الأصول الملموسة اسمها tangible assets، tangible assets، tangible assets يعني الأصول الثابتة. يبقى لازم يتوفر عشان نقدر نقول ان ده اصل ثابت، لازم يتوفر فيه 3 شروط. اول حاجة ان هو يكون tangible assets يعني كيان مادي ملموس، وتاني حاجة بيخدم اكتر من فترة مالية محاسبية. يعني معناها ايه؟ service او serve more than one accounting او financial periodic year او physical year، يعني بيخدم اكتر من سنة مالية او فترة مالية، يعني serve more than one accounting period. خلاص، يبقى لازم يكون له كيان مادي ملموس، ولازم يخدم اكتر من فترة مالية محاسبية، اكتر من سنة مالية محاسبية. ما يكونش الغرض من شرائه عشان يكون اصل ثابت ان احنا المنشأة شارية عشان ترجع تبيعه او تستثمره وتبيعه بقى فيما بعد، لا. الغرض منه الأصل الثابت إن المنشأة شارياه علشان تستخدمه في مزاولة نشاطها وتحقق منه ربح وتحقق منه إيراد. خلاص، الأصول الثابتة بقى هنبتدي نشوفها بالتفصيل أهو. زي ما قلت الأصول الثابتة هي عبارة عن إيه؟ الفيكسد أسيت دي زي اللاندز، وزي اللي هي الأراضي اللاندز، وزي المباني البيلدينج، وزي الماشينز والإكويبمنت الآلات والمعدات، زي العدد والأدوات tools والإكويبمنت، زي وسائل النقل والانتقالات اللي هي means of transportation and transfers، زي الفرنيتشر والإكويبمنت الأساس وتجهيزات المكاتب. يبقى office furniture and equipment، office furniture and equipment الأساس وتجهيزات المكاتب. في عندنا الاستثمارات طويلة الأجل long term investment، long term investment ده تاني بند من الأصول طويلة الأجل اللي هي الاستثمارات. خدنا الأصل الثابت، ودلوقتي الاستثمارات طويلة الأجل أو اللونج تيرم انفستمنت. هنا لما تكون المنشأة اشترت أرض أو اشترت أصل ثابت والغرض منه بيعه في المستقبل البعيد أكتر من سنة، دي بتتصنف على إنها استثمارات طويلة الأجل وبتدخل ضمن الأصول طويلة الأجل. يبقى إذا قامت المنشأة بشراء أراضي بغرض إعادة بيعها مرة أخرى في المستقبل البعيد الأجل، فإن الأراضي في هذه الحالة لا تصنف ضمن الأصل الثابت، بل توضع تحت بند استثمارات طويلة الأجل. في عندنا other assets اللي هي الأصول الأخرى، other assets اللي هي الأصول الأخرى. تمام. الأصول الأخرى أي أصل ملوش عكس الأصول الثابتة، يعني ملوش كيان مادي ملموس. التاني كان اسمه ايه الأصل الثابت؟ tangible assets. هنزود لها intangible asset. لما نقول intangible assets يعني معناها أصول غير ملموسة. يبقى ال intangible assets اللي هي الأصول غير الملموسة intangible assets. يبقى هي الأصول الأخرى أو الأذر assets هي كل الأصول غير الملموسة والتي ليس لها كيان مادي التي تمتلكها الشركة أو الوحدة الاقتصادية أو المنشأة. تمام. طيب الأصول الأخرى بتبقى إيه هي تفصيلاتها برضو؟ عبارة عن إيه الأصول الأخرى؟ زي إيه الأصول الأخرى دي؟ الأذر assets أو الانتنجبل assets. الشهرة، والشهرة مش شهرة الشركة نفسها زي ما أغلبية المحاسبين يعني معتقدين. هي الشهرة يعني معناها بالإنجليزي جود ويل، جود ويل، جود ويل اللي هي الشهرة. الشهرة هي شهرة الشركات الأخرى
التي تم السيطرة عليها أو الاستحواذ عليها بواسطة الشركة، وتظهر بقائمة المركز المالي للشركة وليست شهرة الوحدة الاقتصادية ذاتها كما يعتقد البعض. يبقى الشهرة هي شهرة الشركات الأخرى التي تم السيطرة عليها، الشركة استحوذت عليها. شهرة الشركات اللي تحت إيد الشركة اللي الشركة قامت بالاستحواذ عليها وبتظهر في قائمة المركز المالي بتاعت الشركة دي، هي دي الشهرة، مش شهرة الشركة نفسها. تمام. الجودويل. تاني حاجة عندنا العلامة التجارية اللي هي التريد مارك، علامة التجارية اللي هي التريد مارك. العلامة التجارية هي ليست برضو لوجو الشركة كما يعتقد بعض المحاسبين، ولكن هي قيمة الوكالات التي حصلت عليها الشركة لتكون راعية لها. يبقى مش اللوجو بتاع الشركة أو الشعار بتاع الشركة نفسها برضو زي ما البعض بيعتقد. لا، ده برضو العلامة التجارية أو التريد مارك، دي التريد مارك بتاع قيمة الوكالات التي حصلت عليها الشركة لتكون راعية لها. تمام. في عندنا براءة الاختراع أو براعة الاختراع اللي اسمها بيتنت. دي عبارة عن شراء اختراع مثلا من شخص مثلا ابتكر شيء وله حق الاختراع، فطبعا عشان نقدر ناخد منه سر الاختراع ده الشركة بتدفع له فلوس. يبقى ده براءة الاختراع مثل شراء اختراع من شخص قام بابتكار فكرة معينة. وبراءة الاختراع تستهلك مع مضي الوقت. كل الأصول اللي هي غير ملموسة بتستهلك، سواء كانت الشهرة، سواء كانت براءة الاختراع، العلامة التجارية، كلها بتستهلك. تمام. تعرض للاستهلاك، اسمها يعني amortization يعني معناها الاستهلاك، أو consumption اللي هو الاستهلاك، أو الامورتيزيشن ده لكل الانتنجبل أسيد، ده الاستهلاك بتاع كل الانتنجبل أسيد اسمه الامورتيزيشن. تمام. في عندنا ضمن الأصول الأخرى برضو مصروفات التأسيس. كل المصاريف اللي بتدفع عشان الشركة تتأسس قبل ما الشركة تتأيد في السجل التجاري. في مصروفات سابقة على بدء النشاط اللي هي برضو بتبقى بعد الشركة متأيد في السجل التجاري ولكن ما بدأتش النشاط بتاعها لسه برضو. في نفقات إرادية مؤجلة زي مثلا زي التطبيق النظام ال ERP سيستم اللي هو نظام تخطيط موارد المشروع. ده يعتبر من ضمن النفقات الإرادية المؤجلة، زي نظام الأنتي فيروس بتاع الكمبيوتر. ده برضو يعتبر من نفقات إرادية مؤجلة، زي الأيزو، شهادة الأيزو. زي برضو برنامج الإكسل. الويندوز يعتبر من الأصول الثابتة لأنه ما ينفعش الجهاز الكمبيوتر يشتغل من غير نظام تشغيل، فبيتضاف على تكلفة الكمبيوتر من ضمن الأساس، يعني يعتبر أصل ثابت. إنما الإكسل يعتبر من ضمن نفقات إرادية مؤجلة، مش من الأصول الثابتة، لأن الجهاز الكمبيوتر يشتغل عادي من غير برنامج الإكسل، يتحط له أي برنامج تاني. وكذلك زي نظام ال ERP برضو، دول نفقات إرادية مؤجلة. تمام. لأن احنا هنعرف بعد كده إن الأصل الثابت تكلفته كل ما يصرف عليه أو ينفق على الأصل الثابت حتى يكون صالح للاستخدام. في عندنا بعد كده هو الأصول قصيرة الأجل أو ال current assets أو ال short term assets أو current assets. دي الأصول المتداولة التي تمتلكها المنشأة أو الوحدة الاقتصادية التي يكون من السهل تحويلها إلى نقدية. يبقى ال current assets all the materials or economic materials which the company owns. All the materials which the company owns and can be easily turned into cash.
يبقى كل الموارد اللي بتمتلكها المنشأة التي يسهل تحويلها إلى نقدية. يبقى all the materials which the company owns and can be easily changed into cash. يبقى all the materials which the company owns and can be easily turned to cash أو turns to cash، تحول إلى نقدية بسهولة. طيب الأصول المتداولة دي زي إيه؟ زي الانفنتوري. الانفنتوري أو المخزون. أول حاجة الانفنتوري أو المخزون دي اللي هي الكرنت أسيتس، الأصول المتداولة. كرنت أسيتس الأصول المتداولة زي المخزون الانفنتوري، زي العملاء اللي هي الكاستمرز، زي أوراق القبض اللي هي الأكاونت ريسيفبل أو النوتس ريسيفبل أو الأكاونت ريسيفبل، زي النقدية بالبنوك والنقدية بالخزينة أو الصندوق. cash in banks and cash in box أو in hand. تمام، دي اللي هي ايه ترتيبهم، ده هي الأصول المتداولة وترتيبهم حسب ايه سهولتهم، يعني بدأ من أصعب التحويل للنقدية إلى أسهلهم. المخزون أصعب بند في الأصول المتداولة لتحويله النقدية. الأقل شوية أو الأسهل شوية في التحويل هو العملاء، الأسهل هو أوراق القبض، ثم النقدية اللي في البنوك والصندوق. تمام، ترتيبين ترتيب ايه تنازلي أو ايه حسب ايه درجة الصعوبة. تمام كده. يبقى الأصول المتداولة حسب درجة سهولة تحويلها إلى نقدية، فترتب تنازلية من المخزون أصعبهم تحويلا إلى نقدية، ثم العملاء، ثم الأسهل في التحويل إلى نقدية وهي أوراق القبض، وأخيرا أسهلهم في التحويل إلى النقدية بالبنوك. عندنا بقى أول حاجة إن أوراق القبض هنا اللي بتبقى موجودة بتكون متعلقة بنشاط المنشأة أكيد، يعني في عمليات من عمليات البيع، يعني أكيد مثلا المنشأة باعت أي حاجة من نشاطها الأساسي، فالعميل بتاعها اداها شيك بدل ما يدفع الفلوس نقدية، عطاها أوراق قبض بدل إيه في مقابل عمليات البيع اللي بعتها المنشأة. تمام، فأكيد طبعا أوراق القبض هتبقى متعلقة بنشاط المنشأة الأساسي. طبعا طبيعي جدا إن في أي مركز مالي لازم متفقين إن جانب المدين اللي هي الأصول والمصروفات لابد دائما وأبدا أن يتساوى مع الجانب الدائن اللي هي الخصوم والإيرادات. يبقى الأسيتس والإكسبنسز must be equal to the claims and revenues. طيب ما هي الكليمز أو ما هي الخصوم؟ الخصوم هي كافة الالتزامات والحقوق التي تكون على المشروع. يبقى هي كافة الالتزامات والحقوق التي تكون على المشروع. يبقى الكليمز اللي هي all the liabilities and the equity which is on the project or the company. والالتزامات المتداولة، وبعدين بقى الخصوم عندنا بتكون يا التزامات متداولة يا حقوق ملكية يا التزامات طويلة الأجل. يبقى بتنقسم الخصوم لالتزامات متداولة current liabilities أو short term liabilities أو owner equity و long term liabilities أو الالتزامات طويلة الأجل. الالتزامات المتداولة أو current liabilities دي بتكون الالتزامات على المشروع أو المنشأة في مدة لا تزيد عن سنة، مدة قصيرة. كل الالتزامات اللي بتكون على المشروع في مدة لا تزيد عن سنة. احنا عشان نكون شركة لازم نتفق ان يكون عندنا مبنى. صاحب الشركة لما جاي يفكر في شركة لازم أول حاجة يبتدي يفكر يجيب مبنى. جاب مبنى اشتراه منين؟ من رأس ماله. يبقى بمعنى كده ان ادي الاصل اهو اتكون اللي هو المبنى، والحقوق الملكية اتكونت اللي هي رأس مال صاحب المشروع. يبقى صاحب المشروع هو اللي مول المبنى بتاع الشركة. يبقى مبنى الشركة اشتريناه منين؟ من رأس مال صاحب المشروع اللي هو في حقوق الملكية.
طيب عايزين نشتري أرض كمان، محتاجين أرض. ففي الحالة دي هنبتدي عشان نعمل جراج للشركة، أو علشان خاطر نعمل فرع تاني للشركة. ففي الحالة دي هيبتدي الشركة تتوسع، فهيبتدي صاحب الشركة يجيب ياخد قرض من البنك، أو إن هو يشارك حد تاني ياخد منه فلوس، ياخد قرض من حد تاني. ففي الحالة دي يقدر يمول بيه الفروع بتاعت الشركة. في الحالة دي طبعا ظهر عندنا مصدر تاني من التمويل، وهي الالتزامات طويلة الأجل. ومولت بقى الأصول اللي هي الثابتة برضو للأراضي والفروع بتاعت الشركة. يبقى دلوقتي الأصول بتاعت الشركة لابد إن هي مين بتتمول منين؟ بتتمول سواء من الالتزامات طويلة الأجل، أو من حقوق الملكية، أو من الالتزامات قصيرة الأجل. وبنحكم على نجاح الشركة دائما من إن الشركة قادرة على تكون الأصول المتداولة، أو الكاش، أو الأصول المتداولة تكون مرة ونص تقدر تسد الالتزامات قصيرة الأجل على الأقل. يبقى في الحالة دي بتبقى المنشأة ناجحة يعني، في أمان. يبقى الالتزامات المتداولة كل الالتزامات اللي بتكون على المشروع أو المنشأة في مدة لا تزيد عن سنة. تمام. all the liabilities which is on the project in a period less than 1 year. الالتزامات المتداولة بقى عبارة عن ايه هي الالتزامات المتداولة؟ زي المخصصات، بس مش اي مخصصات، مخصصات قصيرة الاجل. دي بيبقى لها محاضرة لوحدها طبعا، هناخدها بالتفصيل. يعني مثلا اي حاجة خاص شاكين في مصروف بتعتبر من المصروفات، وبتكون حاجة مثلا احنا شاكين في خسارة، او شاكين في عميل مش ممكن ما يدفعناش فلوسنا مشكوك فيه، بنعمل مخصص ديون مشكوك فيها. مخصص لأي حاجة ممكن بيبقى حاسين بخسارة متوقعة في المستقبل. احنا لسه ان شاء الله برضو في المحاضرة الجاية هنتكلم عن مبادئ المحاسبة، وهنعرف ان المحاسبة عندها مبدأ اسمه مبدأ الحيطة والحذر، وهو اللي بيقول إن المحاسبة لا تعترف بالمكاسب المستقبلية، ولكن تعترف بالخسائر المستقبلية. وده بيعتبر مبدأ اسمه الكونسرفاتيزم، أو مبدأ الحيطة والحذر. ده هناخده إن شاء الله برضو في المحاضرة الجاية. هنعرف يعني إيه مخصصات البنوك الدائنة، اللي هي بانك اوفر درافت اللي هي السحب على المكشوف. الموردين اللي هي طبعا المخصصات اسمها بروفيجن، مخصصات اسمها بروفيجن، شورت تيرم بروفيجن. وقلنا البنك اوفر درافت. والموردين او اللي هو السبلايرز والدائنون اللي هم الكريديتورز. اوراق الدفع اللي هي الاكاونت بيبل. والمصروفات المستحقة اللي هي على المنشأة، مصاريف المفروض المنشأة تدفعها ولسه ما دفعتهاش، زي وصل المية، زي الكهرباء بتاعت مثلا الشهر اللي فات ما بتدفعش في نفس الشهر، بتيجي في الشهر اللي بعديها، ودي بتبقى مصروفات مستحقة على المنشأة. كل ده هناخده بالتفصيل فيما يلي إن شاء الله بإذن الله، دي نبذة مختصرة يعني. الإيرادات المقدمة، عميل دفع فلوس مقابل خدمة ولسه ما حصلش على الخدمة بتاعته، المنشأة ما قدمتلوش الخدمة بتاعته، فده بيعتبر إيراد مقدم، وبالتالي بيعتبر التزام على المنشأة إن هي لازم تقدم له الخدمة في مقابل الإيراد اللي خدته من العميل. تمام. فدي بنسميها المصروفات المستحقة، اسمها accrued expenses. المصروفات المستحقة accrued expenses. الإيرادات المقدمة اسمها superior revenues. في الأونر إكويتي أو حقوق الملكية، هي كافة الحقوق التي تكون على المشروع إلى أصحابه وملاكه. قلنا حقوق الملكية بتكون صفر الربح أو رأس المال. يعني الحقوق الملكية كل الحقوق اللي هي احنا عندنا في دلوقتي القانون الجديد. طبعا محدش يقول إن الشركة تبقى هي زي صاحب الشركة، لا، الشركة لها كيان
وشخصية اعتبارية مستقلة منفصلة تماما عن شخصية أو من الناحية القانونية عن شخصية صاحب الشركة. كل الشركات المساهمة لها شخصية اعتبارية منفصلة تماما عن أصحاب أو ملاك الشركة. وبالتالي الحقوق الملكية هي كافة الحقوق التي تكون على الشركة دي لمين؟ لملاكها أو لأصحابها. كافة الحقوق التي تكون على المشروع إلى إيه؟ إلى أصحابه. يعني زي ما قلنا إن ملاك المشروع دول شخصية مستقلة عن الشركة خالص من الناحية القانونية، وبالتالي الشركة عليها التزام نحو ملاكها أيضا، نحو الغير ونحو ملاكها. نحو الغير اللي هي الالتزامات liabilities، أما نحو ملاكها اللي هم الأونر إكويتي. تمام. طيب حقوق الملكية قلنا بتنقسم لحاجتين: رأس المال وصافي الربح. طيب لما نيجي بقى نعمل قائمة التوزيعات، قلنا في الجمعية بعد انعقاد الجمعية العمومية صافي الربح ده بيتوزع، بيتشال خالص، بيختفي من قائمة المركز المالي، وبيبقى بشكل ايه؟ بيتقسم في الشكل ده. بيبقى 5% منه أرباح محتجزة أو احتياطي قانوني. يبقى أول حاجة بتروح باحتياطي قانوني واحتياطي عام ودائرة توزيعات وأرباح مرحلة. يبقى الأول الكابيتال والنت بروفيت. النت بروفيت بيتقسم after the project generally assembly conveyances، يعني بعد انعقاد الجمعية العمومية للمشروع at the end of the project's fiscal year، في نهاية السنة المالية for the project للمشروع. بيبقى فيه legal reserve اللي هو الاحتياطي القانوني، والجنرال ريزيرف الاحتياطي العام، والديستريبيوشن كريديتورز اللي هم دائنو التوزيعات. ديستريبيوشن كريديتورز اللي هم دائنو التوزيعات، والريتيرند بروفيت اللي هي الأرباح المرحلة. خلاص، returned profit أو returned earned اللي هي الأرباح المرحلة. تمام. returned profit الأرباح المرحلة. في عندنا بعد كده هو الالتزامات طويلة الأجل. يبقى احنا خدنا الكليمز دلوقتي عبارة عن التزامات قصيرة الأجل short term liabilities و long term liabilities و owner equity. long term liabilities دي كافة الالتزامات التي تزيد عن سنة. يبقى كافة الالتزامات طويلة الأجل التي تزيد عن 1 year. all the long term liabilities which is more than 1 year. كل الالتزامات طويلة الأجل تزيد عن سنة اللي تكون على المشروع أو المنشأة. الالتزامات طويلة الأجل زي إيه بقى؟ قلنا المخصصات اللي خدناها فوق مخصصات برضو provision long term provision، اللي فوق كانت short term provision اللي هي في الالتزامات المتداولة. هنا بقى مخصصات بتكون لمدة طويلة تزيد عن سنة، يبقى اسمها long term provision، المخصصات طويلة الأجل. الضريبة المؤجلة لا deferred tax، الضريبة المؤجلة deferred tax، الضريبة المؤجلة deferred tax. والقروض طويلة الأجل، قرض بيزيد مدته عن سنة، قرض طويل الأجل اللي هو long term loan. long term loan قرض طويل الأجل. وإن شاء الله المرة الجاية هناخد بقى عناصر قائمة الدخل الانكم ستيتمنت، الاليمنتس بتاعت الانكم ستيتمنت. نكتفي بهذا القدر النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم على خير في المحاضرة الجاية بإذن الله إن شاء الله. أرجو أن أكون فدتكم في المحاضرة النهاردة.